السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى تعالي هقولك على احلى طريقة هنعمل بيها البسلة بالبطاطس والجزر. طبعا البسلة ما بتتعملش لوحدها، احنا لازم ننكهها بالبطاطس والجزر. اهم حاجة كمان البطاطس مع البسلة. لو انتي مش حابة الجزر، يعني في ناس مش بيحبوا الجزر معاها، مفيش مشكلة، بس اهم طبعا ايه عنصر مع البسلة البطاطس لازم يعني. تمام. جبناهم قطعناهم، او لو انتي مثلا مخزنة البسلة في الفريزر هتطلعيها و هتجهزي بصلاية تبشريها، بصلاية متوسطة. تمام. وهنجيب حلة على النار، هنحط فيها معلقة من السمنة وعليها شوية زيت صغننين، يعني بمقدار معلقتين زيت ومعلقة سمنة. وبعد كده هننزل بالبصلة بتاعتنا وهنشوحها. عايزة اقول لكم يعني دي اسهل واجمل طريقة للبسلة، بتطلع معايا حلوة جدا يعني بالنسبة للبنات المبتدئين. دي طريقتي دي سهلة ولذيذة ولطيفة خالص. هتحطي معلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر وهتقلبيهم مع البصلة. ويا سلام بقى لو انت عاملة لحمة كمان مع البسلة وتكوني سلقة اللحمة قبل ما نعمل البسلة، تاخدي بقى كده حتة لحمة او حتتين زي ما تحبي. ويا سلام بقى لو فيهم حتة بيضة، او الحتة اللي بتبقى زي اللية دي، وتقومي بقى مشوحة حتة اللحمة مع الملح والفلفل والبصلة. مش هقولك بقى ريحة خطيرة. هتشوحيهم كويس وتكوني ضربة بقى 5 طماطمات كده، كنت ضربة 5 طماطمات في الخلاط، نزلت بيهم على البصلة وهنقلب حلو. وبعد كده هتجيبي معلقة من الصلصة او معلقتين، هتحطي معلقة من الصلصة او معلقتين طبعا عشان يدوا لون حلو للبسلة. طبعا لو انتي بصوا هتقلبي حلو. وبعد كده اول كده ما هتدخل الصلصة بتاعتنا في التسبيك، مش هتسيبيها تتسبك قوي يعني، هتقومي نازلة على طول بالبسلة والجزر والبطاطس بتاعتنا. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا البسلة من الطبيخ والاكلات المفيدة جدا، والاطفال كمان بيحبوها، الاطفال كمان بيحبوها جدا. هنقلبها حلو بقى، وبعد كده هنغطيها ونسيبها بقى تدي مع نفسها. كل 5 دقايق كده هتفتحي، او كل دقيقتين هتفتحي كده وتديها تقليبة. ولو سحبت السوائل ممكن تزوديها شوربة او مية، بس طبعا لو شوربة افضل. ايوه بصوا بتدي بقى كده وتستوي. هنزودها شوربة. طبعا الشوربة بتاعت اللحمة بتديها نكهة ما شاء الله حلوة جدا. كده تمام، السوائل فيها بقت مظبوطة. هنغطيها بقى ونسيبها تكمل سواها. طبعا ما تنسيش لو اول مرة تشوفيني تشجعيني بقى وتعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. خلاص بقى هنغطيها ونسيبها زي ما قلت لكم، كل دقيقتين كده نفتح نبص عليها نديها تقليبة ونشوف السوائل بتاعتها وصلت لحد فين لحد ما تستوي معانا. اهم حاجة الجزر والبطاطس والبسلة التلاتة يكونوا نفس السوا، مفيش حاجة تعجن مننا. اهم خطوة بقى الخطوة دي، في المرحلة دي هتحطي معلقة من السكر. السكر بقى هيخلي البسلة بتاعتك مسكرة ومعسلة. مهما كانت البسلة بتاعتك يعني مش دايما بتبقى مسكرة يعني، فانتي هتعادلي الحوار ده
مش هتشغلي بالك خالص، وهتحطي معلقه من السكر، هتخلي البسله كده كده تطلع معاكي زي العسل. يا رب تكون الوصفه سهله وعجبتكم. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت.